وفي السابعة الداخلية يواجه الأهلي في محاولة رد الاعتبار بعد لقاء دور أول انتهى بفوز الداخلية بهدف ولا أروع لأحمد تمساح. انطلاقه من ناحيه اليمين صلاح الدين، هدف اول عن طريق الاثيوبي صلاح الدين سعيد، ومعها سجدة شكر للمولى عز وجل. اذا صلاح الدين سعيد من ادى لقاء يعني كان لقاء ضعيف في لقاء الدور الاول، واهدر اكتر من فرصه، يعود في لقاء الدور الثاني ليعلن عن نفسه بتسديده ولا اجمل من كده مفيش، ولا اروع من كده مفيش. سدد بقدم يمنى دخلت الى داخل الشباك، ما يقدرش يعمل لها حاجه الحارس سامح علي لتعلن عن هدف اول لصالح وادي دجله. اذا هدف اول وتقدم لاصحاب الرداء الابيض بهدف عن طريق هذا المهاجم صاحب الرداء رقم 9، واللي كان من ضمن افضل لوادي دجله. اكوتي وعبد الواحد لعب كرة خطيرة جدا، لسه تاني هدف تاني هي المتابعة الهجومية، واللاعب مهاب سعيد يقبل الهدية ليعلن عن هدف تاني ويزيد الفارق لأصحاب الرداء الأبيض بهدف تاني من جديد. ولكن محمد عبد الواحد سدد بقدم يسرى جميلة جدا، خدعت سامح علي، خبطت في القائم الأيسر، وجدت المتابعة الهجومية من اللاعب مهاب سعيد اللاعب البديل اللي حل في الشوط الثاني على حساب أحمد عادل، ليعلن ان هو تبديل ناجح للكابتن هشام زكريا، ويضع الهدف الثاني ويزيد الفارق لاصحاب الرداء الابيض فريق وادي دجله بهدف ثاني في هذا اللقاء. اذا مهاب سعيد يعلن عن هدف الفريق، اللاعب ايمن حسنين ليعلن عن هدف اول ويعيد المنيا للقاء من جديد. هل ايمن حسنين ولا هل مين؟ هنشوف الاعاده القادمه. ادي اللعبه هنا من محمود عاطف، ادي قعود، هل هو اللي لمس ولا ايمن حسنين؟ اذا هو هدف اول يعيد المنيا للقاء من جديد، وتصبح النتيجه هدفين مقابل هدف واحد، وقد يكون الحصري رشدي. ولكن ضغط هلال، لعب لصلاح الدين، انفراد ممكن الثلاثيه، صلاح وسامح، صلاح الدين عايز يعدي، الثلاثيه دجلويه باقدام هذا الاثيوبي صلاح الدين سعيد، من سجل هدف اول يعود ليسجل هدف ثاني ويزيد الفارق ويلقي بكلمه النهايه. فمعها اطلق سعيد حمزه حكم اللقاء صافره نهايه احداث الشوط الثاني، ويا لها من نهايه كما كانت في لقاء الدور الاول. ولكن كان احرز السيد سالم في اللحظات الاخيره، هنا يحرز صلاح الدين سعيد في اللحظات الأخيرة 3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق وادي دجلة، و3 نقاط ترفع رصيدهم إلى 18 نقطة، معتلين المركز الثالث، ويظل المنيا عند 8 نقاط في مؤخر الجدول الدوري. مشاهدين اللقاء حتى نلتقي وأحداث لقاءات أخرى بإذن الله، تقبلوا تحياتي هشام مصطفى.